اللي في الصورة دي اسمها ياسمين، اختفت لمدة سنة كاملة ورجعت ليلة العيد سنة 2024، بس رجعت بشكل تاني خالص، وكان معاها ابنها الكبير اللي عارف أمه كانت مختفية فين. ليلة العيد واحدة من أصعب القصص اللي حصلت في إسماعيلية، هنحكيها في القصة الكاملة. 2024 ده تاريخ القصة، لكن هي بتبدأ من 2014 في عزبة العمدة الصالح في الإسماعيلية. شاب اسمه عبد الرحمن عايش مع عيلته في نفس العزبة، شغال عامل باليومية وما عندوش أي طموح في حياته، وده على عكس إخواته وعيلته. في الوقت ده كان عنده 26 سنة، كل اللي كان همه من الشغل إنه يجيب فلوس آخر اليوم علشان يعرف يشتري جرعة المخدرات اللي متعود عليها، ولا فارق معاه شغال إيه ولا بيعمل إيه، المهم إن في فلوس بتجيله علشان يشتري المخدرات بتاعته. وعيلته تعبت معاه من كتر ما نصحته إنه لازم يبعد عن الطريق ده، لكن هو كان مقتنع باللي بيعمله جدا وما عندوش استعداد يسمع أي كلام من أي حد. ومن هنا بدأت العيلة تفكر في موضوع الجواز، وإنه احتمال بنسبة كبيرة لما عبد الرحمن يتجوز حياته وسلوكه يتغيروا تماما، وفعلا يفتحوا عبد الرحمن في الموضوع ده ويعرضوا عليه موضوع الجواز، وعبد الرحمن في نفس التوقيت يوافق على طول، وكأنه كان مرتب كل حاجة، لأنه كان معجب بواحدة اسمها ياسمين وتبقى جارتهم وعايشة في نفس العزبة، بنت محترمة جدا ومن عيلة كل الناس بتشكر فيها ومعروف عنهم سمعتهم الكويسة جدا. ولما تقدم عبد الرحمن لعيلة ياسمين، العيلة وافقت عليه على طول، لأنهم عارفين إن عبد الرحمن من عيلة كويسة في العزبة، ده غير كمان إن ياسمين وافقت لأنها شايفاه شاب مناسب. في الوقت ده ياسمين كان عندها 24 سنة، وبحسابات القرية والأرياف إن البنت في السن ده تبقى كبرت، وبكده يبقى فاتها قطر الجواز، وبرغم إن ده مش صح خالص لكن هم كانوا بيفكروا كده. المهم إن بعد وقت قليل الجوازة تحصل بين عبد الرحمن وبين ياسمين، وياسمين عملت في بيتها زي ما اتعلمت في بيت أبوها وأمها، إنها تحافظ على بيتها وعلى جوزها، ويبقى بيتها ده عبارة عن سر ما يطلعش لأي حد بره. وبداية الجواز والعيشة بينهم كانت كويسة جدا، وياسمين ما كانتش تعرف ان عبد الرحمن مدمن، لكن كانت بتلاحظ عليه تصرفات غريبة بتحصل، بس هي ما كانتش فاهمة هو بيعمل كده ليه. وبعد فترة من الجواز ربنا رزقهم بالأطفال، لكن الوضع والحياة ما كانوش كويسين. عبد الرحمن ما عندوش شغل ثابت ودايما ما معهوش فلوس، لحد ما عرفت ياسمين ان جوزها عبد الرحمن مدمن بعد ما شافته اكتر من مرة بيشرب مخدرات في البيت، وعرفت كمان ان اي فلوس بيكسبها من الشغل اللي بيشتغله كان بيصرفها على المخدرات وما كانش بيجيب اي حاجة في البيت. ولو